ونقول يا مساء الخير على كل المتابعين الحلوين. معاكم يوسف من حلقة جديدة في تاريخ على ورق. حلقتنا النهاردة هتخليك تدور على الشيلن الضايع اللي تحت سريرك من 2004. تعالى كده هات كوباية شاك او هات اي حاجة انت بتاكلها واقعد اتفرج يا باشا على الحلقة دي واسمع تاريخ العملة. ورقنا النهاردة بيحكي عن تاريخ العملة بس من منظور مختلف شوية. هنتكلم عن تاريخ العملة وازاي دلوقتي بقينا نشوف ان العملات دي هي آثار. يلا بينا نبدأ. زي ما احنا عارفين ان المال غرضه الاول والاخير هو الشراء للقيمة. عندك قيمة، ازاي اخدها منك؟ اخدها بمقابل. طب ايه هو المقابل؟ هيبقى قيمة بره هي كمان. يعني مثلا عندك قيمة هاخدها منك بقيمة تانية. حابب اقول ان استخدام المال ده كان من آلاف السنين، بس بدايته ما كانتش زي ما انت فاكر. لا، زمان استخدموا المال او القيمة اللي بيبادلوا احتياجاتهم فيها، زي مثلا في الذهب، واللي متاح حتى الآن ومحتاج ان احنا نتكلم فيه في حلقات، لان الذهب كقيمة وككنز وكأفضلية ده له اسرار كتيرة قوي حتى الآن. وزي الأحجار الكريمة برضه والفضة مش كده وبس، ده بيقال إن زمان كان السمك المجفف أو الصدف كان بيتم استخدامه كقيمة شرائية. وأيضا السجاير. طبعا السجاير مش معقول يا عم، لو رجعنا لتاريخ السجاير هنلاقي إنها من مئات السنين، تحديدا القرن التاسع الميلادي يعني سنة 800 ميلاديا. فطبيعي كان وقتها اكتشاف للكيف وكان ذات قيمة. طبعا الله يحرقها. ولكن كانت قبل كده ان المتعارف عليه التعامل كان برضو بالحيوانات كمقابل لشراء قيمة. دلوقتي احنا بندور على القيمة علشان نشتري الحيوانات. يا بجحتك يا اخي، رايح تشتري بيت مثلا ب50 معزة وناقة او جمل ومش عارف ايه. البطر ده اللي مجوعنا دلوقتي يا جدعان. مش مهم. الفكرة كلها ان دلوقتي المال بقى هو الوثيقة بين الشعوب وبين الدنيا كلها، اللي خدت وقت ومجهود كبير جدا علشان تقنعك ان انت كبني ادم حتة ورقة ممكن تخليك تشتري البيت بدل القيمة، او بدل القيمة الكبيرة اللي انت كنت بتدفعها زي الحيوان او الذهب او الفضة وغيره وكل الكلام ده. طب ده ليه؟ لان ببساطة كل دولة استحوذت على مواردها وقالت هي دي القيمة اللي عندي واللي هحتفظ بيها اكبر عمر ممكن، ومقابل ده هتمنها برقم وهصنع او هوجد ورق يدل على ان في قيمة عموما. وقبل طبعا صناعة الورق كانت العملات المعدنية زي الذهب والفضة الصغيرة هي البداية في التداول. طبعا واللي من العصور الرومانية وغيره قبل كده طبعا. وبيقولوا ان الكلام ده برضو كان من ايام الفراعنة، يدل ان كان فيه هناك استخدام للعملات المعدنية او العملات الصدفية زي ما قلنا قبل كده، صدف السمك او غيره. وطبعا لما العالم فكر في فكرة الموارد دي قالك طيب ما نلعب لعبة. كل دولة تشوف عندها ايه مش عند التاني او الكميات اللي تقدر تقول لنا عليها من الموارد بتاعتها. كل الدول بتملك ثروة حيوانية وسمكية غالبا، لكن ايه الحاجة اللي لقوها مختلفة؟ هي الثروة المعدنية. معظم الدول اكتشفت معدن الذهب واللي ربنا سبحانه وتعالى زينه لينا كبشر. بالفعل التنقيب عنه أصبح متعة، والحصول عليه يعني إحساس عظيم، نظرا لأنك بتحتوي على قيمة مش هينة. ولو دفنتها أو غرقتها أو حرقتها ما بيحصلهاش حاجة، ده بالعكس، ده بحرقها انت بتعيد تشكيلها وبيستمتع بيها أكتر وأكتر. وأصبح من هنا الذهب هو المورد الأهم لكل الدول، لأنه بيزغلل العين. كل دولة عرفت قيمتها من الذهب اللي عندها، وكل ما اكتشفت أكتر يبقى أنت هتغتني أكتر وأكتر. عندنا إحصائية بتقول إن بدأت النقود تتبلور بشكلها الذي يعرفه العالم في الوقت الحاضر في نحو 600 قبل الميلاد. تمام، يعني 600 سنة قبل الميلاد. وده بيرجع للحكومة الليدية إنها صكت عملة معدنية من الذهب والفضة وتكون أول عملة وطنية في البلاد. وفي إحصائية تانية بتقول إن تم صك العملة الذهبية في فرنسا. تمام،
وده كانت سنة 1250 ميلاديا. وفي برضو رأي تاني بيقول 1290 ميلاديا، ده كان أول ظهور لبرضو العملة المعدنية أو الأوراق النقدية كانت عند الأوروبيين، وده كان اكتشاف لأحد الرحالات الإيطاليين، تمام، اللي اكتشفها. بعد كده بيقال إن سنة 1400 ميلاديا ظهرت مفاهيم بقى المصارف والدين التجاري، وكانت بداية ظهور القرض والاقتراض وإلى آخره. بعد كده اتجهنا بعد مرور السنين ومئات السنوات والقرون لفكرة تحويل الأموال وفكرة بطاقة الائتمان اللي كانت سنة 1946، تمام. وبعد كده المدفوعات الرقمية اللي بدأت سنة 97. بنقول لك إن العملة كانت إزاي في الأول وبتتطور إزاي دلوقتي. بعد كده بنتكلم في 2008 إن بقت العملة عبارة عن حاجة اسمها بيتكوين، تمام. دي عملة يعني أصدرها مبرمجون، تمام، على الإنترنت. وبعد كده بنكتشف إن سنة 2014 بقى هنا عندنا عملات اسمها التبادل التجاري، ودي طبعا اللي عملتها شركة أبل، تمام، لمستخدمي ايفون، عن طريق الدفع للمشتريات عبر الجوالات. يعني انت بتدفع من خلال تليفونك، يعني اصبح تليفونك هو محفظتك. ف ده بيوصلك لفكرة ان ازاي العملة اتطورت على مر العصور. نيجي بقى بالنسبة لمصر. دلوقتي في مصر مثلا اي عملة يكون عدى عليها 100 سنة تعتبر اثار وبيجرم عليها القانون. لا، ولما تعرف ان اتجه الكثير من الناس بالتعامل ببيع العملات القديمة دي، دلوقتي هتقولي هي ليها قيمة؟ طب الذهب والفضة والنحاس ماشي، يعني ايه قيمة الورق؟ ارجع واقول لك ان البنك المركزي المصري متمن احد العملات المصرية الورقية، الجنيه الورق القديم، دلوقتي بما يعادل نصف مليون جنيه مصري. انا ما بهزرش، ده لانه نادر جدا، ويرجع تاريخ اصداره لسنة 1899، ومرسوم عليه جملين، هو اسمه الجنيه ابو جملين. وتحس ان البنك بيقدر قيمة العملة دي بوقتها زي زمان. ازاي يعني وحقيقي ان الجنيه ده في وقته كان بيشتري شقة. دلوقتي لو معاك نفس الجنيه ده هيجيب لك تمن شقة برضه، بشرط انه يكون بحالة البنك يعني جديد. طبعا مادة ورق ومحفوظة كل الفترة دي وتبقى بحالة البنك، ده معناه ان المحتفظ بيها كان عامل حسابه لليوم ده ولا ايه؟ ما تفهمش. بس فعلا في ناس بتحتفظ بالعملات دي، وده فعلا قيمتها الحقيقية. المهم باختصار، العملة وقيمتها أثروا فينا برغم إنهم زينة فعلا، يعني لا ينفع ناكلها ولا هتفيد إلا في قيمتها النفسية اللي بتديها لصاحبها. تخيل نفسك دلوقتي في رحلة مع أصحابك في مكان صحراوي، وخلعت طوبة من الجبل بدون قصد، ولقيت أثر حديد تحتها، فكملت حفر، اكتشفت إنه صندوق، ففتحت الصندوق لقيته فاضي. اه طبعا هتلاقيه فاضي. انت فاكرني هقولك هتلاقي سبائك دهب وكده؟ لا يا عم، انت نحس من يومك، انت وانا عارفين كده كويس يعني. على العموم كده خلصت حلقتنا النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا على الاقل ولو 1% من معلومات العملات القديمة او العملات عموما بشكل عام كتاريخ. وما تنسوش الشير مع كل حبايبكم. سلام. وكنتم مع تاريخ على ورق، والحلقة الجاية حلقة جديدة ومعلومات اكتر واكتر.